السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكلم المدام النهاردة بقول لها هناكل ايه يا مدام النهاردة؟ قالت لي عمالك شوية رز وملوخية. قلت لها ليه كده؟ قالت لي عشان تنسى اللي حصل من الداخلية. طب ايه اللي حصل من الداخلية؟ اللي حصل كتير، والله كتير. اللي حصل ان فيه لعيبة في الملعب ما يستاهلوش من 4 5 سنين ان هم يبقوا موجودين في النادي الاهلي. اي والله، صدقوني مش بقول كلام وخلاص. فعلا ما يستاهلوش يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي. يعني مثلا من غير ما نقول اسامي، ربيعه ما ينفعش يلبس تيشيرت النادي الاهلي، والله خلاص. ده لعيب انتهى بقى له 4 5 سنين منتهي الصلاحيه. بيلعب ازاي في الاهلي مش عارف. في لعيبه كده مش فاهم لها، يعني ما مش عارف. يعني طاهر محمد طاهر كنا جايبينه من المقاولين، حاجه ايه عظمه، وبيشوط صواريخ وحاجه تحفه. ايه اللي حصل له في النادي الاهلي ما تفهمش. لا بيباصي ولا بيشوط ولا بيجيب اجوال ولا بيعمل اي حاجه، ما شاء الله عليه. مش عايز احسده. بيرسي تاو ده احنا لبسناه عشان قولا واحدا، احنا لبسنا الاخ بيرسي تاو ده. اي أيوة والله، لبسناه على الاخر ما فيش يعني. لعيب جايبينه ب2.5 مليون دولار، وفي الاخر ما فيش يعني. كل فين وفين لما يجيب جون وينام شويه ويعمل الحركه بتاعته دي. ادي بيرسي تاو. ميكيسوني ربنا يغيثنا منه ان شاء الله، برضه كنا لابسينه وادي في قائمه الانتظار. ولعبه كتير، في كام لعيب كده في النادي الاهلي بس احنا قلنا مش عايزين نجيب اسامي. ايوه مش هجيب اسامي خالص. يعني مش عارف. يعني عايزين نشوف شكل جديد للنادي الاهلي. نلحق نفسنا شويه يا جماعه والله. اذا احنا يعني تضيع مننا نقطتين في ماتش زي ده، زي ماتش الداخليه، هم عشان قبضوا عليه تدوهم انتوا نقطتين؟ ما كده كده لازم ينفذ الحكم. 30 يوم في السجن، يعني الموضوع معروف، يعني الموضوع سهل. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.